بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم لأنكم تهتمون برموزكم. هذا عمل رائع وجميل وجليل ويدفعهم إلى الأمام كما قال السيد رئيس الأكاديمية. فالأمم التي لا تشعر بعظمائها ومبدعيها هي أبعد ما تكون عن الحضارة، فهذا يعكس المستوى الحضاري الذي وصلتم إليه، وهذا رائع جدا يسعدني كثيرا. شكرا لأنكم تفعلون هذا، ولا شك أنكم تحسنون الاختيار. وأهنئ الأخ الدكتور، وأتمنى أن أشاهدكم إن شاء الله في لقاءات قابلة، وأنتم تكرمون أيضا عددا من الرموز التي تكتب أو تنتج في كل المجالات، سواء الأكاديمية أو الإبداعي، في كل الأشياء، لأنها جديرة أن تشعر بأثر الاهتمام وأن تشعر ببصماتها من خلال هذه المشاعر البسيطة النبيلة. كلمة جميلة واحتفاء بسيط ووردة وقصيدة وكلمة وكتاب وزي شعبي، كل هذه معاني عظيمة. ليس من الضروري أنتم منحتموه الآن أكثر من جائزة نوبل وأكثر من اللوتس وأكثر لأنكم أهله أولا، يعني هذا قبل كل شيء. فلا نحتاج أن يحتفي بنا الآخر، يجب أن نحتفي بأنفسنا وأن نقدر رموزنا. نحن إذا لم نقدر رموزنا ماذا ننتظر من الآخر؟ شكرا لكم جميعا، شكرا للكلمة الجميلة التي اشتقت إليها بعد أن، أو كما تقولون، توحشتها. مرة أخرى شكرا لضيفينا. التذكير فقط بفقرات واحد